يا صباح الفل، صباح النشاط والطاقة والحب، صباح كل حاجة حلوة. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهاردة نعمل روتين سريع كده وحلو، يعني هيحفزك كده تقومي تشوفي ايه اللي وراكي، ولو سايبة حاجة هتقومي تعمليها ان شاء الله. عايزة اقول لكم النهاردة انا كنت اجازة مروحتش الشغل. طبعا متعودين كده لما ابقى اجازة لازم اعمل حاجة مفيدة في البيت، مش بناخد الاجازة عشان نقعد، لا خالص، مش عندنا احنا الكلام ده. احنا بناخد الاجازة عشان نعمل حاجة مكسلين نعملها طول الاسبوع، او عندنا حاجة ركنينها مثلا ليوم فاضي. فانا متعودة اول ما باخد الاجازة لازم اعمل روتين كده قوي. انضف مطبخ تنظيفة حلوة، اصب الحمام كويس، عندي كمية غسيل مركونة ما اتغسلتش اغسلها والم واطبق وانا قاعدة كده، نشغل الغسالة دورتين تلاتة. امسك اوضة كده ننكتها كده تحت السراير، نشيل فرش، نغير ملايات. نعمل ايه تاني؟ يعني نعمل شوية حاجات كده راكنينها، او مثلا بنعمل فيها روتين عادي. فالنهارده بقى هنعمل الروتين بتاعنا في المطبخ. بقالنا كتير بقى موقفنيش قدام الكاميرا كده، موقفنيش مش عارفه اتكلم يا ولاد، بقالي فتره كده بلخبط في الكلام، مش عارفه مالي، اتحسدت تقريبا. النهارده هنعمل الروتين بتاع المطبخ. عايزه بصراحه يعني نفسي اغسل المشايه بتاعه الارض، وكان نفسي كده يعني اعمل روتين عميق كده للمطبخ، اشوف كده دورة في المطبخ فيها ايه، حاجات ناقصه، في حاجات مفيش كده يعني. فاول حاجه بصراحه قلت اعملها ان انا اشطب المواعين، لاني بصراحه كان عندي كميه مواعين عايزه تتغسل من امبارح، مش عارفه انا ايه اللي خلاني كنت راكناها. بس انا كنت عامله اكل، يعني عملت اكل كده يومين ورا بعض. انا متعوده زي ما قلت لكم قبل كده، يعني لما باجي اعمل اكل بعمل اكل يقضيني يومين. فانا جيت في يوم عملت كشري، وكان عندي بقيت كشري كتير وحطيته في التلاجة. وبعدين وانا جايه تاني يوم من الشغل، انا ايه اللي هو انا مروحه انا مكسله اعمل اكل، طب انا هعمل ايه النهارده؟ المهم قلت إيه، خلاص انا هعدي اجيب سمك مشوي واطلع اعمل شويه رز ابيض وسلطه وخلاص كده، وهنتغدى النهارده. وكنت ناسيه خالص ان انا عندي كشري قبليها بيوم، وناسيه ان انا عندي بواقي الكشري في التلاجة. فبعد ما طلعت قلت ايه ده، طب احنا بقى هنرمي الاكل؟ قلت خلاص مش مهم، ناكل السمك ونخلي بقى الكشري في التلاجة. وفعلا عملت السمك وكلنا، وتاني يوم سخنت الكشري وكلناه. اليوم بقى اللي انا كنت فيه اجازه، ده اللي بقول لكم صحيت فيه بقى اعمل روتين كده. ده اليوم اللي كان عندي بقى بواقي الكشري. فقلت خلاص انا هطلع الكشري بقى كده ناكله. انا عايزه اقول لكم طبعا احنا صاحيين متاخر، انا مش نشيطه قوي يعني بس يعني صحينا الساعه 12 الظهر كده. فطبعا الولاد بقى عبال ما صحيوا كنت انا روقت الشقه وكده، وعقبال ما صحيوا كانت الساعه حوالي 1:30. فقلت لهم خلاص انا هطلع كشري وهنسخنه وهنفطر كشري. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم هو كده، الاكل اللي موجود لازم يتاكل خلاص. يعني زمان كده والرفاهيه اللي كنا فيها، ونصحى الصبح نفطر فطار خفيف وغدا وعشاء والكلام ده مفيش دلوقتي، هو اللي موجود في التلاجة هيتاكل. الساعة 10 بقى، الساعة 12، الساعة 7، الساعة 8، هو اللي موجود هناكله. ايوه هو ده النظام الجديد. احنا هنكفي منين ولا منين ولا هنلاحق منين؟ الاسعار بقت نار ومولعه، ومش زي الاول بقى اللي هو مثلا لو عندك بواقي اكل صغيرين خلاص هترميهم، او لا انا هعمل اكله جديده النهارده. مفيش الكلام ده دلوقتي، مفيش حاجه بتتبقى، واللي هيتبقى هيتاكل، هنفطر بيه، هنتعشى بيه، هنتغدى بيه. مفيش حاجه هتخسر ومفيش حاجه هنرميها. المهم بقى زي ما قلت لكم كده، كان بقى عندي بقيه الكشري كارنيه، وكان عندي بقى كميه حلل بقى وحاجات ومواعين مش قادره اقول لكم. فاول حاجه ابتديت بيها كده المواعين، مسكت المواعين غسلتها ولمعت الرخامه زي ما شفتوا، وكنت مخليه المطبخ فل. جيت بقى عند مشايه المطبخ، بصراحه كنت يعني زهقانه منها كده، حاسه ان هي مش نظيفه. قلت خلاص اغسلها، وبدل بقى ما ادخلها الحمام، بما اني كده كده هدعك ارضيه المطبخ، قلت خلاص انا هغسلها في ارض المطبخ، اغسلها كده غسله حلوه وانشرها. وعندي واحده تانية ببدل معاها، يعني قلت بقى اغسل دي وانشرها وابقى ايه احط التانية. زي ما انتوا شفتوا كده، انا عايزه اقول لكم انا ما جبتلكوش بس اللقطه اللي انا دعكت فيها المشايه، لاني طبعا بوطي في الارض وبميل كده وكده، فما حبيتش يعني التصوير يضايقني او حاجه. فقلت خلاص انا ادعكها وبعد كده اصور لكم بقى بقيه الفيديو وانا بقى بشطفها. غسلتها غسله نظيفه، والله عايزه اقول لكم ان هي بجد بتبرق، يعني رجعت جديده تاني، تسلم ايدي والله. مسكتها بقى غسلتها غسله حلوه وشطفتها. عايزه اقول لكم كمان انا بحب بعد ما بلم المشايه او السجاد عامه لو بغسله ببرمه كده، وبحب اشطفه برضه. يعني لو انا عندي الحمام، انا عندي الحمام واسع الحمد لله، لما بغسل فيه السجاد بوقف السجاده كده على الحيطه وبعملها بالخرطوم.
الخرطوم بتبقى فله، وعايزه اقول لكم بتتشطف كويس جدا، لان طبعا انتوا عارفين الربس بالذات لو غسلتي بيه وما شطفتيهوش كويس بيخلي السجاد او المشايات كده مغير. فانا بصراحه مسكتها كده وشطفتها، ودايما لما بغسل سجادي في الحمام بوقفه وبمسك الخرطوم وبشطف فيها لما بخلي السجاده تنطق، تقول لي كفايه انا كده، انا اتغسلت واتشطفت بما فيه الكفايه. مسكت كمان ارضيه المطبخ غسلتها كويس بالمقشه. عايزه اقول لكم ان انا كل شويه كنت بخبط في الستاند اللي عليه الموبايل، فعشان كده تحسوا ان الفيديو بيتهز، بس عشان انا خبطت الستاند كذا مره. غسلت بقى الارض كويس ونشفته، نشفت ارضيه المطبخ. بصوا المطبخ رايق ازاي وجميل بجد، شكله حلو. فرشت بقى المشايه دي، هي دي بقى اللي انا ببدل فيها مع مشايه المطبخ. بصوا المطبخ جميل ازاي، وكمان البوتاجاز جميل ونظيف. قد ايه النظافه حلوه. الروتين بتاعنا النهارده كان روتين في المطبخ. عايزه اقول لكم كمان ان انا فتحت الظرف، هي نظيفه بس انا كنت فاتحاها عشان اشوف ايه الحاجات اللي عندي ناقص حاجه من المشروبات بتاع، بس الحمد لله لقيت عندي كل حاجه ما عدا طبعا القهوه بتاعت ابو يوسف. ان شاء الله لما انزل اشتري شويه حاجات هبقى اجيب له باذن الله. بصوا المطبخ بقى جميل ازاي، ريحه النظافه كده مش قادره اقول لكم. يعني انا عايزه اقول لكم انتوا هتتفرجوا على الفيديو هتحسوا كده ان ريحه النظافه واصله لكم بس من الفيديو. بجد والله العظيم حاجه مفيش بعد كده. انت كمان قومي تنشطي كده، تنشطي كده وشوفي عندك ايه، اعمليه، روقي اوضه، انكتي مطبخ، اعملي اي حاجه، بجد هيفرق معاكي وهيفرق في نفسيتك جدا. بصوا كمان انا بحب انور النور بتاع الرخامه دوت في النور الاساسي بتاع المطبخ، بيدي ضوء كده في المطبخ جميل. بجد النظافه حلوه والله يا اولاد، النظافه حلوه. اوعوا بقى تنسوا بعد ما احفزكم كده على النظافه وتقومي تعملي، ما تنسيش بقى اللايك الجميل، وتعملي لي شير للقناه بتاعتي عشان تكبر بيكم ان شاء الله، وكومنت حلو منك عشان تقولي لي فيديوهاتي بتعجبك ولا لا، وطريقتي في الروتينات بتعجبك ولا لا. وانت كمان ابعتي قولي لي تعملي روتينك بتاع البيت ازاي، وازاي بتقدري تنظمي وقتك بين بيتك واولادك، عشان كمان استفاد منك زي ما انتوا بتحبوا تستفادوا مني كده. هنا بقى خلاص كنا خدنا الشاور الجميل، استقنيصنا. خدنا شاور حلو كده، وبعدين قعدت افكر بقى هناكل ايه هناكل ايه. كنا طبعا زهقنا بقى اكل لحمه وفراخ وكشري وبطاطس محمره وبيض مسلوق وحاجات، زهقنا من الاكل ده. قلت للولاد لا، اقول لكم انا هلبس وهنزل اجيب لكم اكله تحفه. نزلت بقى زي ما انتم شايفين، مش قادره اقول لكم، اكله كده حاجه ملوكي ملوكي. انا عارفه ان انتوا كلكم بتعشقوا الاكله دي اكيد. مين يا بنات اللي ما بيحبش الرنجه؟ في حد معانا هنا ما بيحبش الرنجه؟ ابعتوا قولوا لي مين بيحب الرنجه ومين لا، يلا عشان نشوف حبايبي الحلوين اللي متابعيني مين فيهم بيحب الرنجه ومين مش بيحبها. اللي ما بيحبش الرنجه يبقى مش بيحب انجي ومش بيحب فيديوهاتها. ابعتوا قولوا لي في الكومنتات. نزلت بقى جبت الرنجه الجميله دي، عايزه اقول لكم تحفه. هي يعني غاليه، انا مش هقول لكم مش غاليه واضحك عليكم، لا هي غاليه، انا جايباها ب 85 جنيه بس بجد هي تستاهل. زبده. بصوا ازاي انا بخليها والله العظيم دايبه في ايدي، والله دايبه في ايدي فعلا، ودلعه وجميله. بصوا حاجه كده مفيش. بصوا احلى اكله والله، احلى اكله. انا متهيالي الواحد لو كان رنجه كل يوم مش هيزهق. ملهاش علاقه بقى بشم النسيم في العيد، لا هي لما بتهف على الواحد كده يجيبها خلاص، مش هيفرق معاه بقى احنا في عيد او مش في عيد ولا شم نسيم، لا بجد اكله حلوه قوي. وانا عندي الولاد بيعشقوها بجد. انا كان نفسي بصراحه، انا عندي عيالي بيحبوا ياكلوها كده، انا افتحها وانضفها واسيبها مفتوحه واعصر عليها ليمون وخلاص. انا بقى ساعات بيهفني الشوق ان انا اعملها كده، احط لها طحينه مع فص ثوم، قرن فلفل حراق، رشه زيت كده خفيفه وليمونه، ممكن نقطتين خل كده حلوين، شويه كمون، ودي كل ده ببعضه وقلبي ويلا شويه شطه حمراء، ودي بقى اكل. لما بصي عايزه اقول لكم كمان مالك بيحبها معايا كده بنفس الطريقه دي، بس طبعا زي ما قلت لكم انا عندي لوكا ما بياكلش الحراق، وكمان انا ما بحبش احط توم في الاكل كتير عشان الولاد بطنهم ما تتنفخش. انا بالنسبه لي عادي هعرف اعالج نفسي، لكن لو عملت توم كتير في الاكل والولاد معدتهم وجعتهم انا ببقى متضايقه، لان هم يعني بيبقوا مش فاهمين وكل شويه ماما بطننا بتوجعنا. فطبعا ما رضيتش خالص احط توم عليها ولا احط فلفل حراق ولا شطه عشان لوكا كان هياكل معايا. فاستكفيت ان انا حطيت كده زيت ومعلقه طحينه وشويه كمون وليمونه وقلبتهم في بعض، وقلت مش مهم بقى اجي على نفسي المره دي، يلا ما احنا كلنا بنيجي على نفسنا عشان خاطر ولاد، اهم حاجه في حياتنا يعني. الرنجتين التانيين بقى انا فتحتهم بس كده، حطيت عليهم عصره ليمون وسبتهم.
قلت بقى ايه هناكل، اللي عايز ياكل بقى الرنجة عليها طحينة ياكل، اللي عايز ياكلها كده بليمون ياكل، وتبقى اكله ملوكي. وقطعنا بقى خيار وقوطه كده مع بعض. عايزه اقول لكم ان انا قلبت السوق على بصل اخضر ما لقيتش، كان نفسي اجيب بصل اخضر لان الرنجه يعني بصل اخضر بجد. انا عندي مالك بيزعل جدا لما ما بجيبش البصل ده، بس فعلا والله ما كنتش لاقيه. قطعت بقى بصل احمر من العادي اللي احنا بنطبخ بيه. بس بجد الغدا النهارده كان جميل والولاد اتبسطوا جدا 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 جدا. عايزه اقول لكم بعد الرنجه دي انا ضربت كوبايه شاي بالنعناع، بس نسيت خالص اصور. مش هطول عليكم، اقول لكم مع السلامه، ما تنسوش اللايك والشير. اقابلكم الفيديو